في وسط واحد الحي هادئ في التجمع الخامس كاينه دار عاديه بحال كاع الديور، ولكن لداخل كانت كتوقع ابشع الجرائم. البنات كيدخلوا وما كيعاودوش يخرجوا، والجيران ما فاهمين والو، غير الحركه المشبوهه واللي كيخبي اسرار كتر من القياس. اليوم غادي نحكي لكم اخطر قصه دازت في مصر في هاد السنين الاخيره، المجرم اللي زعزع مصر، قصه سفاح التجمع الخامس، والمجرم اللي تحكم عليه بالإعدام من بعد ما تكشف كل شيء. أنا زهراء، بحال ديما غنطلب منكم شدوا بلايصكم، نقصوا الضو وركزوا مزيان. قصتنا كانت في 2024 وغيكونوا بزاف منكم سمعوها وتعرفات بسفاح التجمع الخامس. نبداو قصتنا بسليم، مصري الجنسية، هاجر هو ومراته الميريكان في 1986 باش يعيشوا تما، وفي 1987 ولدوا ولدهم الأول سموه كريم، ومن بعد ولدوا ولدهم الثاني سموه نيبال. ولادهم بجوج كريم ونيبال عندهم الجنسية الأمريكية لأنهم تزادوا تما. العائلة بقاو عايشين مزيان شي سنوات، ومن بعد سليم ومرته تطلقوا. فاش طلق سليم تزوج مرة أخرى وطليقته رجعت لمصر هي وولادها كريم ونيبال، وتزوجت مرة أخرى حتى هي. دازو سنين كبروا الدراري، وكريم رجع لميريكان باش يكمل قرايته، والحق عليه خوه نيبال من بعد. كيف ما قلت، كريم مشى على أساس يكمل قرايته في ميريكان، ولكن هو اش دار؟ مشى ولا عطاها غير المخدرات. واحد النهار استدرج واحد البنت وتعدى عليها، ومشى ديكلارات بيه عند البوليس، ولكن ما جاو فين يقلبوا عليه ويستدعيوه حتى كان هرب من ميريكان ورجع لمصر. فاش رجع كريم لمصر سكن مع امو وقال غنبقى عايش معاها حتى لقى شي خدمه. داز الوقت ولقى خدمه في واحد المدرسه خاصه وخدم معلم للغه الانجليزيه. كريم في الاول كان ملتزم في خدمته، كيمشي في الوقت، كيخدم مزيان من الدار للخدمه ومن الخدمه للدار. وفي هاد المدرسه تلاقى واحد المعلمه سميتها لبنى هذه مصريه وعندها الجنسيه الايرلنديه. تعرفوا على بعضياتهم، تباغاو وتزوجوا في 2012. كانوا متفاهمين وفرحانين والحياه السعيده. ولبنى تقول الحمد لله اخيرا الله عوضني بانسان مزيان. ودازت مده قصيره وولدوا ولد سموه زين. فاش ولدت لبنى ولدهم زين، كريم راجلها تقلب عليها 360 درجه، ولا كيعاملها معامله خايبه، ولاو ديما مدابزين والصداع والمشاكل. لبنى ما كانتش عارفه علاش كريم تبدل معاها، حتى لقات واحد النهار كيتعاطى المخدرات. على قولت خوتنا المصريين، رجعت ريمه لعادتها القديمه. وحنا في المغرب تنقولوا ربي الا بغى يعذب النمله كيدير لها الجنحين. وهي هذه ديال كريم، خدام مزيان، مزوج، عندك ولد، واش بغيتي مازال، واش داك لشي مخدرات. وواحد النهار لبنى لقاتو داير كاميرات في بيت النعاس، والكاميرات مقابلين مع الناموسيه. مشات قالتها له ودابزات معاه، وعرفت باللي كان تيصور كل شيء، داكشي اللي كيطرا بيناتهم في بيت النعاس. وواخا هكاك بقات معاه مسكينه، وبغات زعما تقاد الامور وتعطيه فرصه وتنساش داكشي اللي دار، واخا هو الصراحه راه ما تيتنساش. ما علينا، كريم غير ما تيزيد فيه، ونهار على نهار تيزيد يخياب، وبسبب المخدرات جراو عليه من الخدمه. ومع ذلك لبنى ما سمحتش فيه وصبرت معاه ووقفت معاه. ومعه هو كانت عنده خبره في التطواج، قالت له نعاونك ونحلو محل ديال التطواج. قال لها صافي نديرو محل. المشروع فشل وتسد المحل بوقت قصير. دابا هو ما مطفرو في التعليم وما طفرو في وشام. زادوا المشاكل بيناتهم، وناضت لبنى دخلات صحاب كريم في الموضوع. كانوا عنده جوج صحابو قراب ليه بزاف، وكانوا ديما تيجيو عنده للدار بحال خوتو. هضرات معاهم لبنى وعاودت ليهم كل شيء، ومشاو هضروا معاه باش ينعل الشيطان، ولكن كريم دار فيهم وقال لهم ماشي شغلكم وما تعاودوش تدخلوا في هذا الموضوع. وهنا تزاد الخلاف كتر بين لبنى وكريم وطلقات الطلاق. اخيرا اختي لبنى، كان خاصك ديري هادشي فين لقيتي الكاميرا في بيت النعاس باش حتى لدابا. المهم حساب ليكم كريم طلقها وقال زعما راني تكرفست على هاد البنت وتعديت عليها، صافي نعل الشيطان. لا مالو هبيل،
ناض مشى للنيابه العامه ورفع عليها دعوه زنا، وقال لهم انها كتخونو وكدير علاقات غير شرعيه مع شي واحد، وقاد شي مقاطع من الفيديوهات اللي صور بالكاميرا اللي داير في بيت النعاس باش ما يبانش هو في الفيديو، وداهم للنيابه كأدله على الخيانه ديال لبنى، وهي خافت وهربات ودات ولدها معاها. ناض كريم هضر مع باه باش يدخل في الموضوع، باه هضر مع لبنى قال لها كريم بغى يشوف ولدو ونهار الثاني غيردو ليك وانا ضامنه. لبنى حشمت منه وثقت فيه لانه راجل كبير، وقالت صافي راه وعدني انه غادي يرجع الولد نهار الثاني، صافي ماشي مشكل. ولكن كريم خدا الولد وما ولاش رجعوا ليها، ولبنى مخبيه على قبل الدعوه اللي داير بها كريم، وما لقاتش كيفاش دير تمشي لعندو وتجيب ولدها، وحاولت بزاف ديال المرات انها تهضر مع كريم باش يرجع لها ولدها والو ما بغاش. وفين هضرت مع باه قال لها انا كريم هو اللي داه ماشي انا وماشي سوقي، وهو اللي خاصو يرجعوا ليك وماشي انا اللي ديته، واصلا هو ما كيتصنتش لهضرتي ودبري راسك معاه. من بعد شي عام تقريبا خرج الحكم بالبراءه، وفي 2019 طلقت من كريم ورفعت دعوه حضانه باش تاخذ ولدها. وفاش ساق كريم الخبار انها باغا تاخذ الولد صيفط لها شي وحدين باش يقتلوها، هربت منهم ومشات ديكلارات ودارت محضر عند البوليس وبدلات السكنه ومشات سكنات في بلاصه مأمنه، وبقات ساكنه تما حتى ملات، وقالت اشهد العيشه. كانت هاربه من البوليس دابا مخبيه من كريم اللي يقتلها. هزات شوانطها ومشات لعند امها لايرلندا بين ما خرج الحكم ديال الحضانه. وفي هذا الوقت زين ولدها ولات عنده 7 سنين، وكريم تيقول مع راسو حتى لين غنبقى هكا ونبقى ناخذ المصروف من عند امي، وإلا احتاجيت فلوس كثر كناخذهم من عند با، واش غادي نبقى ديما هكا على هذا الحال؟ ناض حل قناه في التيك توك ولا كيعطي فيها الدروس ديال لونجلي، ولا كيحل لايفات وكيقري فيهم اللغه للناس بحكم انه كان معلم ديال الانجليزيه. المهم خونا كيدير اللايفات وكيعطي نصائح، وبقى هكاك حتى وصلت الصفحه ديالو لأكثر من 500,000 متابع، ولو عنده واحد دخل من التيك توك ولا مشهور. خونا عنده أكثر من 600,000 متابع ولا معروف بسبب المحتوى ديالو. كي قلت ولا عنده مدخول من التيك توك، جمع الفلوس ومشى للقاهرة، لحقاش كان في الإسكندرية، ومشى للقاهرة بالضبط للتجمع الخامس، وخدا شقة وصممها وصايب فيها بيت مخصص للمحتوى ديالو فين يبقى يدير اللايفات وداكشي ديال التيك توك. البيت دار فيه عازل صوت، يعني اي حاجه طرا في داك البيت مستحيل تسمع على برا. سالات تجهيزات ديال الدار وفرشها ومشى سكن فيها هو وولدو. ولات عنده دابا 10 سنين. وواحد نهار قال له غنقول لك ولدي واحد الهضره، ماما راها ماتت وانت غادي تبقى عايش معايا ديما، وانت ما عندك حد من غيري وانا ما عندي حد من غيرك. الولد ما عارف والو، قال له صافي اوكي واخا وصافي. كريم سكن هو وولدو في الدار جديده وكانت حياتهم طبيعيه. وفاش شاف عدد المتابعين كيزيد، خونا حس براسو وتيق راسو ولا من المشاهير. شنو ولا كيدير؟ ولا كيجيب البنات للدار وما كان غير الحرام في الحرام، كياخذ منهم داكشي اللي بغا وكيسمح فيهم. هو استغل انه معروف في مصر والبنات عاجبهم الحال، زعما راني مع واحد معروف دغيا كتثق فيه وكتمشي معاه. المهم كيف ما قلت استغل الشهرة ديالو. في الاول كان تيجيب البنات كيسالي بهم والله يعاون، دابا لا. شنو ولا كيدير؟ ناض حط كاميرات في البيت ولا كيصورهم، ماشي باش يهددهم ولا يبتزهم يعطوه الفلوس، لا. كريم كان عنده حساب في الدارك ويب، وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش الدارك ويب هو واحد الموقع كيبيعوا فيه السلاح، المخدرات، القتل، المهم فيه اي حاجه خايبه طاحت لكم على البال. وهو كان عنده حساب فيه وكان تينشر هاد الفيديوهات ديال البنات وكيتخلص عليهم. الاخ كريم الغير الكريم بغى يطول المشروع وما يبقاش في بلاصتو. شنو ولا كيدير؟ كيجيب البنات للدار كيعطيهم لا دروغ وكيتكرفس عليهم بطريقه وحشيه. جاه الملل تاني وقال خاصني نبدل، وهاد المره مشى بعيد. في النص ديال 2023 تعرف على واحد المراه في الربعينيات، كانت في الاخر ديال الربعينيات، سميتها حنان. وهاد حنان كانت خدمتها هي تجيب البنات للرجال وتاخذ الفلوس. المهم راكم فهمتوا شنو هاد الخدمه. كريم فاش تعرف عليها قال لها غتبقاي تجيبي لي البنات وانا نعطيك الفلوس، ولكن بشرط البنت اللي غتجيبي بغيتها تكون صغيره وضعيفه، ومن الاحسن ما تكونش عندها عائله وتكون مقطوعه من الشجره باش ما يطيح في حتى مشكل. وبدات حنان كتجيب له البنات اللي هو باغي، صغار وضعاف وما عندهم عائله. واحد النهار حنان جابت له بنتها شهد
قالت له ما تأديهاش، كمل خدمتك معاها ودير داكشي اللي بغيتي ورجعها لي. ونعم الام. نوفمبر 2023 شهد حملات من كريم، وكرشها بدات تتكبر وداتها ما حيدوا البيبي. حنا رجعت تاني عند كريم وقالت له راه لقيت لك واحد البنت عمرها في نهايه العشرينات، غالبا تكون ما بين 25 و 27، وزوينه. كريم وافق وعطاها الفلوس. قبل ما توصل البنت عطى لولدو منوم وجاب المخدرات حطهم في الصالون، وبدا كيتدروغا بين ما وصلت البنت. فاش وصلت عطاها حتى هي لا دروغ، شافها بدات كدوخ، ناض جاب واحد المخدر هزها للبيت، دار داكشي اللي ما كيدارش، شبع فيها عصا وضرب وجاب السمطه الواليه على عنقها وخنقها حتى ماتت. حسب لكم سالا هنا؟ لا، من بعد ما ماتت ولا دار داكشي اللي ما كيتسماش معاها وهي ميته وسالا، وجاب ميكا لبسها ليها في راسها وسدها، وسين شويه ديال الوقت باش يتواجد من لا دروغ، حط البنت في الشنطه ودارها في طوموبيلته وداها للطريق الاسماعيليه الصحراوي ورماها تما ورجع للدار بحال الا ما دار والو والدنيا هانيه. هز البيسي ونشر الفيديوهات اللي صور البنت وحطهم في الدارك ويب. داز نهار وتلقات الجثه ديال البنت، داوها للطب الشرعي وكانت كاع العلامات اللي فيها تتقول بلي البنت تعرضت لاعتداء جماعي، ومستحيل يكون غير واحد هو اللي يدير فيها هادشي كامل. وفي التشريح لقاو كميه كبيره ديال المخدرات في دمها وماده واحده اخرى كتزيد تفاعل المخدرات. وفي البدايه ديال شهر ابريل 2024 عرفاتو حنان على بنت واحده اخرى، ودار لي هذاك الشيء اللي دار البنت الاولى، وداها لاحها في التجمع الاول، لاحها في الطريق ورجع للدار ونزل الفيديوهات في الدارك ويب. الجثه الاولى والثانيه كانوا متشابهين في طريقه القتل وطريقه التعذيب، ودمهم فيه نفس المواد المخدره، ولكن البوليس ما ردوش البال لهاد التفاصيل وما ربطوش ما بين الجريمتين، لان كان بيناتهم شويه ديال الوقت. داكشي علاش ما استوعبوش انه ممكن يكون نفس القاتل. دازت شهر على الجريمه الثانيه، صونا كريم على حنان، قال لها بغيت شي بنت، قالت له عندي ليك واحد البنت، وجابت له بنت سميتها رحمه طالبه جامعيه، امها صاحبه حنان وهي صاحبه شاهد بنت حنان، يعني الامهات صحابات والبنات صحابات. قالت لرحمه واحد خونا مشهور غادي تمشي عنده ويعطيك الفلوس اللي بغيتي وانتي ديري له داكشي اللي باغي. رحمه وافقات، عطات حنان النمره ديال رحمه الكريم واتصل بها، واتفقوا انها غادي تمشي عنده للدار، وهذا الشيء كان في شهر 5 2024. كالعاده عطى لولدو منوم وجلس هو كيتدروغا. وصلت رحمه لعندو للدار وعطاها حتى هي تدروغا، وبدات البنت كدوخ، ناض جاب ليها داك الماده المخدره باش تفقد الوعي. هز رحمه للبيت ودار داكشي اللي كيدير ديما، عذبها وضربها وربطها بسناسل وقتلها وتكرفس عليها تاني بوحشيه وهي ميته، بحال اللي دار مع اللي قبل منها. دارها في شنطه وداها لطريق المحور 30 يونيو اللي كان في جنوب بورسعيد. نزل الشنطه وهرب، ولكن فاش زاد ب2 كيلومتر شاف حوايجو لقى فيهم الدم، وقف الطوموبيل وبدل حوايجو ولاح المسخن وزاد. لغد ليه واحد سايق طوموبيلتو دايز من تما وهي تبان له شنطه، وهبط مشى لجهتها وشم ريحه خايبه، حلت الشنطه هو يلقى البنت، تصدم وعيط للبوليس. جاو البوليس والطب الشرعي، فين شافوا البنت تصدموا حتى هما من الحاله اللي لقاوها فيها، لحمها كله مضروب ومجروح وخاشي ليها راسها في ميكا وسد عليه. خداو البصمات ديالها وداروا داكشي اللي خاصو يدار في موقع الجريمه، وعرفوا الهويه ديال البنت من البصمات. ام رحمه كانت كتقلب على بنتها وصونات على حنان، قالت ليها بنتي مازال لدابا ما رجعات من البارح. ناضت حنان اتصلت بكريم سولاتو على البنت، قال لها انا البارح كنت مدروغي وما عاقلش شنو طرا وما عرفتش فينا هي. ومن لهنا تبدلت القضيه كامله، والبوليس اكتشفوا شي حوايج ما كيطيحوش على البال. الجواب غادي نقولوا لكم في الجزء الثاني من القصه.